Stell dir vor, du gehst durch Berlin, bestellst Kaffee auf Deutsch, du liest Bücher im Original und sprichst fließend wie ein Muttersprachler. Heute zeige ich dir, wie du dieses Ziel Schritt für Schritt erreichen kannst. Klingt das nicht schön؟ الفيديو ده هيبقى دلالكم الكامل لكل مصادر الألماني المجانية اللي انتوا تبقوا محتاجينها خلال دراستكم. في الفيديو ده هقولك على كل مصادر الألماني اللي انت محتاجها عشان تتعلم من الصفر، عشان كده كمل معايا. kostenlos, effektiv und mit Spaß. اهلا بيكم في سكر فلوجز. دلوقتي بما اني بخلص البي اينز في الألماني، فكنت عايزة اوريلكم دليلكم الكامل ازاي تذاكروا الألماني من اول الأ اينز لحد البي اينز. فأول غلطة في تعلم الألماني ان انتوا تتعاملوا معاه على انه مادة مش كلغة. يعني انا بحفظ القواعد اللي عندي، بحفظ الكلمات الجديدة وبفضل احل عليها كتير جدا، وده فعلا ساعدني في حاجات معينه زي ان انا حافظه قواعد الالماني كويس والكلام ده كله. بس هل ده فعلا خلاني اعرف اتكلم باللغه الالمانيه، خلاني اعرف اعمل حوار كامل؟ لا. ولما رحت ايفنت قبل كده ده اللي كشف لي الموضوع. انا كنت بتعامل هناك مع المان، لقيت ان انا ما عنديش حته الطلاقه في الكلام، مش عارفه اكون الجمل بسرعه. ganz fantastisch von mir. Gibt es 10 Punkte. مع ان انا على الورق انا كويسه جدا، بس انا مش عارفه اتكلم. ده بسبب ان انا عملتها كماده. انت الماده بتحفظ القواعد وبتروح تحل عليها. اللغه غير كده تماما. اللغه اهم حاجه فيها اصلا هي التحدث. فلو انت مش عايز تفضل في دايره ان انت تقعد سنين تتعلم في اللغه وتعرف تكتبها بس ما تعرفش تتكلم بيها، اول نصيحه هتبقى الاستمراريه. ان انت تقعد كل يوم تذاكر نص ساعه اللغه دي احسن لك من ان انت تقعد 5 ساعات في يوم واحد بس تذاكر. تاني حاجه وهي الهدف. لو انت دفعك مش قوي ان انت تتعلم اللغه دي، اعرف ان انت مش هتكمل فيها. يعني لو انت بتتعلم انجلش عشان كل الناس بتتكلم بالانجلش، انت مش هتكمل فيه. لازم يكون هدفك قوي. انا بتعلم الماني عشان عايزه اسافر المانيا، انا بتعلم الماني عشان اشتغل كول سنتر الماني في مصر واقبض بمرتب كذا. لازم يكون عندك دافع قوي انت ماشي وراه، وده اللي هيقومك لما تكون مكسل. ثالث حاجه، انا مش عارفه احط خطه لنفسي، انا ما عنديش مصادر اتعلم منها الالماني. وثالث حاجه واللي غالبا كلنا فيها، انا عندي مصادر كتيره قوي عشان اتعلم الماني لدرجه ان انا مشتت بينهم. كل ما اشوف فيديو بعمل له سيف وبكتب كل الابلكيشنز اللي بيقولوا ان هي بتعلم الماني كويس، وبكتب كل الكتب اللي بيقولوا عليها، وفي الاخر انا مش عارفه اذاكر من ايه، وبطلع بان انا مش بتعلم حاجه حقيقيه. عشان كده في الفيديو ده هقولك على كل مصادر الالماني اللي انت محتاجها عشان ما يحصلش تشتت في تعلم اللغه. اول حاجه، غطس نفسك في اللغه. يعني ايه اغطس نفسي في اللغه؟ يعني كل حاجه حواليك تبقى باللغه اللي انت عايز تتعلمها. في الفيديو ده احنا بنتكلم عن الالماني، كل حاجه حواليك تبقى بالالماني. اولها الموبايل اللي انت ماسكه دلوقتي. لو انت خليت الموبايل بالالماني في الاول هتستصعب الموضوع، في حاجات كتير قوي مش هتبقى فاهمها، بالذات لو انت لسه بتبدا في الالماني، بس ده اللي هيعلمك فعلا. فانت اول ما تغير اللغه وتيجي تشد الموبايل كده من فوق، هتلاقيه كاتب لك ميتايلونجن. انت مش فاهم يعني ايه ميتايلونجن، هتروح تترجمها هتلاقيها معناها نوتيفيكيشنز، الاشعارات اللي بتجيلك. بعد كده لما تيجي تقرا الجمله كامله هتلاقيها كاينه التن ميتايلونجن، يعني no older notifications، مفيش اشعارات سابقه جايه لك. فانت بكده اتعلمت 3 كلمات وانت قاعد، وهكذا. انت مش طول ما انت ماسك الموبايل هتفضل تترجم، بس انت واحده واحده هتبدا تتعلم الكلمات وتاخد عليها، وبالعكس ده هيحسن لك النطق، ان انت كل كلمه تروح تسمع النطق بتاعها. تاني طريقه ودي مفيش اسهل منها، حرفيا كانكم بتلعبوا، هتحفظوا كميه كلمات كتيره جدا من غير اي مجهود. طول ما انتوا في البيت كل ما تشوفوا حاجه وعايزين تعرفوا اسمها في الالماني، ترجموها واكتبوا الكلمه الالماني عليها. فوانتم رايحين وجايين هتبقوا بتحفظوا الكلمات على طريقه لعب. لما تحفظوهم تقدروا كمان تعملوا عليهم جمل بسيطه. جربوها قولوا لي ايه رايكم، بس البيت لو اتوسخ مش على مسؤوليتي. ثالث طريقه، لو انتوا عندكم سوشيال ميديا استغلوها وغيروا الخوارزميات او الالجوريزم اللي عندكم. يعني لو انتوا عايزين تتعلموا الماني، خلوا كل الكونتنت اللي بيجي لكم بالالماني، وده اللي انا فعلا بعمله حاليا. انا ما عنديش غير تيك توك وانستجرام، فما تنسوش تعملوا لهم فولو عشان بنزل عليهم مصادر لكل اللغات وازاي تقدروا تتطوعوا بره مصر وتستغلوا اللغه اللي انتوا بتتعلموها. هسيب لكم اللينك بتاعهم تحت الفيديو. فبستغلهم بان انا وانا قاعده بعمل سكرولنج عادي، ولا بذاكر ولا بعمل اي حاجه، انا عماله اتعلم كلمات الماني جديده وعماله اغير الاكسنت. ازاي تقدر تغير الخوارزميات؟ خلال ان انت تعمل فولو الجيرمان كونتنت كتير. يعني اي حد بينزل حاجات عن الالماني، كل حاجه ليها علاقه بالجيرمان حاولوا تعملوا لها لايك. كل ما الابلكيشن يلاقيكم ان انتوا بتقعدوا اكتر على جيرمان كونتنت، كل ما هيجيبه لكم اكتر. لحد ما عايزه اقول لكم دلوقتي انا تيك توك 90% من الكونتنت اللي بيجي لي بس الماني. الخطوه دي مهمه جدا، لان ده اللي هيديلكم الاكسنت ويقول لكم ازاي تقدروا تنطقوا الحروف صح ومن غير مجهود ولا مذاكره ولا ملل ولا اي حاجه. بخصوص النقطه دي انا ممكن اقول لكم على اول مصدر، ودي الحاجه اللي مشجعاني قوي الفتره دي. الحمد لله حاسه ان انا مستواي اتحسن جدا في الالماني بسببها، وهي ان انا بتابع الحاجات اللي انا فعلا بحبها، مش طول اليوم مذاكره. قبل ما انام انا عارفه ان انا مش هذاكر، فبما اني بحب الكرتون وبحب سبونج بوب بالذات، فبقيت قبل ما انام باخد حوالي نص ساعه بتفرج فيهم على كرتون بالالماني اللي هو سبونج بوب. في الحاله دي سبونج بوب على اليوتيوب بالالماني اسمه سبونج بوب جوام كوبف. كمان هتلاقوا كرتونات كتيره قوي بالالماني تقدروا تتابعوها. ودلوقتي هنبدا في ازاي نذاكر الالماني.
ولازم تعرفوا ان اول مرحله في تعلم اي لغه دي مهمه جدا، لان الاساس بتاعكم لو مش قوي مش هتعرفوا تتقنوا اللغه دي اللي بتتعلموا فيها مخارج الحروف، ودي اللي بتديلكم الاكسنت وبتبين انتوا فعلا نيتيف وتقدروا تبقوا فلوينت في الكلام ولا لا. وكمان دي اللي بتجمعوا فيها الحصيله اللغويه. طبعا انتوا بتجمعوا كلمات في كل المراحل، بس اول مرحله بتبقى اكبر حصيله لغويه لان انتوا لسه بتبداوا في كل حاجه، واكتر كلمات كومن في اللغه بتاخدوها في اول مرحله. وبتتعلموا ازاي تكتبوا، يعني في قاعده صغيره قوي لو انت تعرفها انت كده هتبدا تعرف تكتب. القاعده دي ان اي كلمه ليها ارتكل اللي هو الدير والداس والدي بنكتب اول حرف منها كابيتال ايا كان موقعها ايه في الجمله. زي مثلا في جمله جابس اين شتاو، يعني هو كان في زحمه مع ان شتاو في اخر الجمله، بس هتلاقوا ان اول حرف منها كابيتال. احنا بنركز على ايه في مستوى A1؟ بنركز على نطق الحروف، بنركز على ان احنا اي كلمه نحفظها نبقى عارفين الارتكل بتاعها، بركز على الافعال المهمه اللي بتدخل في اغلب الجمل زي هابن وزاين. ودلوقتي هقول لكم على كل المصادر الكامله اللي تقدروا تتعلموا منها مستوى A1 للجيرمان بطريقه فعاله وما فيهاش تشتت. لو انتم من الاشخاص اللي بتعرف تلتزم بالحاجه وتنظم وقتها، اليوتيوب شانل دي هتبقى تحفه ليك. اليوتيوب شانل دي منزله كورس مكثف كامل للمستوى الاول في فيديو واحد بس، فطالما انت شخص منظم هتقدر تستفيد منه، لان هو بيديلك كل الدروس اللي انت محتاجها للمستوى الاول بطريقه شرح سهله، وكمان هينجز معاك جدا طالما انت قادر تنظم ان انت كل يوم هتاخد جزء من الشرح. وفي الاخر بيديلك محادثه كامله عشان تتاكد انك فهمت المستوى الاول. لو انتم هلبيه كده وبتحبوا تمشوا مع فيديوهات قصيره عشان ما تزهقوش، اليوتيوب شانل دي هي اللي هتنفع معاكم. اليوتيوب شانل دي منزله بلاي ليست كامله للمستوى الاول هيبقى فيها كل الدروس اللي انتم محتاجينها. الميزه كمان انها بتبدا معاكم من اول نطق الحروف للتحيه والجمل البسيطه لحد ما توصل معاكم لمحادثه تتاكد منها ان انت فهمت المستوى الاول كويس. طيب لو انا عايزه امشي مع كتاب اكاديمي اختار انهي كتاب؟ هما اشهر كتابين عندنا، واحد اسمه ناتس باك وواحد اسمه منشن. هقول لكم ميزات وعيوب كل واحد وانتوا تختاروا. اول كتاب اللي هو ناتس باك هو بروفيشنال جدا وبيديلكم طريقه المحادثات اللي فعلا الالمان بيستخدموها في كل يوم. عيبه واللي هو ميزه في الكتاب التاني ان هو ممل شويه، او هو كلام بس ما فيهوش اي صور والوان والكلام ده اللي موجود في منشن لذيذ قوي وماشي بطريقه الستوريز اكتر وبطريقه ان هو في صور وحاجات فيجوال تشدكم. فلو انتوا عايزين حاجه تكون بروفيشنال اكتر كانه كتاب فعلا اكاديمي ارشح لكم ناتس باك. لو انتوا عايزين حاجه تكون لذيذه وتحببكم في الالماني في نفس الوقت هو برده مستوى كويس جدا ارشح لكم منشن. انا بالنسبه لي بستخدم منشن. لو عايزين الشرح لكتاب منشن كانكم قاعدين في كورس بالظبط، في يوتيوب شانل جميله جدا على اليوتيوب اسمها جيرمان تون، دي اللي انا متابعه معاها، تشرح لكم درس بدرس وبتديلكم هومورك كانكم في الكورس بالظبط. دلوقتي هقول لكم على اكتر فيديوز وبودكاست فعلا فادوني جدا في حته الاستماع. الفيديوهات دي تنفع لكل المراحل، بس انا هوريكم البلاي ليست اللي تنفع لكم لو انتوا لسه بتبداوا في الالماني. نفس التريك اللي قلتها لكم في الاول ان انتوا تتابعوا الحاجات اللي انتوا بتحبوها هقولها لكم في الاستماع. لو انتوا بتحبوا تتعلموا عن الماركتنج اسمعوا الماركتنج من بودكاست بالالماني. لو انتوا بتحبوا الكرتونات اتفرجوا على كرتون بالالماني. لو انتوا بتحبوا الاخبار اتفرجوا على الاخبار بالالماني. كل حاجه اتفرجوا على الحاجه اللي انتوا بتحبوها باللغه اللي انتوا عايزين تتعلموها. بجد الموضوع ده يفرق معاكم جدا. بكده احنا غطينا القرايه والاستماع، فاضل حاجه واحده وهي الكتابه. المشكله الازليه انا بكتب ومش عارف مين يصحح لي. انا لحد من قريب قوي كان عندي المشكله دي، فلجأت لصديق الصدوق تشات جي بي تي. بقيت اكتب اي باسج انا عايزاها واديها لتشات جي بي تي اقول له يصحح لي لو في اي اخطاء، واحيانا بدخل في كول معاه بتكلم معاه بالالماني وهو بيصحح لي لو في اي غلط. بالنسبه للتحدث تقدروا تنزلوا ابلكيشن اسمه ديسكورد وتقدروا تتكلموا مع المان عشان تبراكتس معاهم الالماني. وفي ابلكيشن اسمه ريفرسو هو للترجمه زي جوجل ترانسليت، بس هو احلى بكتير لان انا بحط عليه الكلمه بيجيب لي كل الكلمات اللي شبهها في الالماني وكمان جمل عليها. بس لو عايزين حاجه بروفيشنال اكتر في ويب سايت قلت عليه قبل كده هو تحفه اسمه فوتشاتس. هو عباره عن ان انتوا بتحطوا عليه الكلمه بيجيب لكم كل الجمل عليها، وكمان بيقول لكم مستوى كل جمله. يعني لو انتوا مستواكم A1 بيجيب لكم جمل كتير وانتوا بتختاروا الجمل ال A1 اللي عليها وبتقعدوا تذاكروها. وكده الفيديو يكون خلص. اتمنى تكونوا استفدتوا. لو عندكم اي اسئله اكتبوا لي في الكومنتس، وما تنسوش تعملوا لي فولو على تيك توك وانستجرام عشان تتابعوا كل المصادر اللي انتم محتاجينها في فيديوهات قصيره. عشان تعرفوا اكتر عن ازاي تتعلموا اي لغه وازاي تتطوعوا بره وتستغلوا اللغه دي هتلاقوا كل اللينكس تحت الفيديو.